فاش بديت كنتصفح هاد لي دوكيومون لقيت هاد الملف كيبان اصغرهم ولكنه اخطرهم. طبعا اخطرهم. علاش؟ لان وداك الشيء علاش خديت عطيته الاولويه وما درنا حتى شي حاجه حتى مشينا وضعنا الشكايه لدى النيابه العامه. مع الاسف الشكايه وضعناها نهار الجمعه، كنا كنتسناو النيابه العامه تحرك بسرعه كبيره، وكما قلت كان خص دير في 24 ساعه على الاقل يتصلوا بنا كجمعيه ويقول لك اننا بدينا البحث باش نوقفوا هذا الشيء. ما تواصلوش معكم؟ ما تواصلوش معنا، لذلك التجأنا للاعلام، لان هذا فيه خطر يومي على المغاربه، ماشي خطر اسبوعي، ماشي صفقه، ماشي هذا. الملف وما فيه ان نهار 24/7/2019 هذا هو التاريخ، نهار 24/7/2019 في مركز التحقن ديال الدم في الدار البيضاء جا مواطن عطى الدم، داز الدم ديالو في التحليل لقاو فيه السيده. طبعا فاش كناخذوا الدم كيتقسم على 3 ديال لي بوش. فاش تعرفات هذه المساله كيفاش تعرفت؟ لان هما عندهم طلعت لهم في لي زاناليز ان كاين واحد البوش اللي الرقم ديالها 0519 213 86 05 انها سيرو بوزيتيف. فاش قلبوا ما لقاوهمش، كانوا خرجوا قلبوا عليهم، بداو تيقلبوا المديره تعلمات وداك الشيء، بداو ديك الساعات تيقلبوا فينا هما هاد لي بوش ديال الدم. المشكل اللي كان هي ان واحد البوش لقاوها تعطات لواحد المواطنه في ان كلينيك بريفي في الدار البيضاء، ولا بوش الثانيه تعطات للمستشفى بن رشد 20 غشت في الدار البيضاء، والبوش الثالثه هي اللي لقاوها. اذا قدروا يعزلوها. شحال بقات لي معزولات اللي بقات؟ جوج مشاو المواطنات خداو الدم دلعوه. ما لا يعرف دابا فين كاين. لا طبعا لا، هذا هو المشكل، ان من خلال هذا التقرير اللي عندنا ان الوزير في اخباره هو اللي طلب ان الملف يتسطوى. هذا على حسب التقرير اللي عندنا حنا واللي عطيناه للنيابه العامه باش تحقق فيه. شنو هو التقرير اللي كيقول بان الوزير في راسه؟ ها هي قراها. تعليمات اعطيت من اجل ان هذا الملف يتجمع ويتسطوى. انا حتى توصلت بهذه الملفات كنقلب لقيت هذا. اذا حنا داخل الجمعيه كنا ما بين خيارين، اننا نخرجوا للاعلام هو الاول، او لا نسبقوا النيابه العامه. طبعا الاستشاره كانت مع النقيب الجامعي ومع المحامون ديال الجمعيه الاستاذه سعاد براهما وكذلك الاستاذ صدقو، وكان القرار هي اننا نقدموا شكايه للنيابه العامه وننتظر واحد 48 ساعه ولا 72 ساعه. انا ذاك سنخرج للاعلام. لا قبل ما نكمل معك السي عزيز، خلينا في الوزير. عندكم معطي شنو الوزير دار كاع؟ انا بديك اللي عندنا هي انه تم طلب باش هذا الملف يتجمع ويتسطوى. هكا؟ وي. وعلاش شنو مصلحته الوزير؟ علاش يقول ما بغاش الصداع؟ ولكن كيفاش يغامر بصحته؟ انا تنقول لك هذا الشيء اللي وقع. عزيز غالي زيد اش ندير له عزيز غالي؟ يجي يهضر عزيز رئيس الجمعيه، علاش جبتيه لي عزيز غالي؟ ما العزيز غالي ما يهضرش، ماشي صيدلاني، ما عندوش تجربه قداك السخط، عنده جمهور كيتيق فيه. كي غنديروا له؟ الناس كاع كيبغيوه. كيكتبوا لي الناس عا كنتعطل جيب عزيز غالي. اش كنقول له؟ مسؤول. عزيز غالي فين؟ كيقول شي حوايج اللي هما خطوط حمراء، ما عرفت كيف كيعرفش كيقول. عمركم شفتوا عزيز غالي قاش شي خطوط حمراء؟ وانا كنت باغي زعما نشدوا انا في ذاك النقاش ونسولوه، ما كنبغوش كنناقشوا في حدود ما يهم المغاربه، ادويه، اثمنه، صحه، كنناقشوا في هذا الشيء بما كيخدم المغاربه. لا لحقاش هو وانا واعيين ان داك سميتو ما كينفعش بما ينفع البلاد. كيصنعوا ثقافه طبيه شويه بشويه، ثقافه حقوقيه عند المغاربه شويه بشويه، ومع ذلك داك الشويه وما قابلناش. دابا هاد الخرجه اللي خرجوا دابا بعض العباد، لا اش كتصادف عزيز غالي؟ لا راه استضافوا ديما، نستضافوا اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا. شنو كاين؟ شنو المشكل؟ مالنا فين عايشين؟ راه صحفي وراه القضاء وراه القانون، حتى واحد ما فوق القانون، واللي غلط الفلطه بالكبوط عادي. ديما هذه لعبه قابلها الجميع. اذا شكون انت غتقول لي لا ما تجيبوش؟ لا راه كيجيبوا ديما، راه كيستضافوا ديما. واش هذا نقاش هذا زعما؟ وبهذه الطريقه صحابكم عاد. نقطه اخرى، مدير الديوان ديال وزير الصحه، اسمح لي انا ما غنلومش على عايز قاد براسو. انا غير شفت واحد الملاحظات وكنتفاعل معك بكل مستوى، لحقاش انت راك كنتي يعني في واحد الجانب كنحييك عليه، لانك كل عطيتي في الجانب انا عزيز ما كنتيش معاه موفق، اما انا كنت، لانك شتي السؤال ديالي انا كنسولو ما عندي مسافه، كنعرفش كندير مهنيا، انا ماشي شي واحد، وكنحييك. واخا الشخص اللي كان معك بغى يجرب واحد، ولكن انت كنتي. غنقول لك السيد مدير الديوان عيطت عليك اكثر من سؤال وما تقلقش. اولا شنو الصفه اللي كتهضر بها؟ صفه اداريه ولا صفه سياسيه؟ واش انت مفوض لك من طرف السيد الوزير تهضر في هذا الشيء؟ انا كنسول واش انت
كتكلف ما هو اعلامي. واش انت ناطق راسم اسم الوزير؟ واش هذه خرجه ديالك شخصيه او لا باتفاق مع الوزير؟ علاش كنطرح هاد الاسئله؟ انت السيد مدير الديوان، هذا موضوع انت وصفتيه بخايب وهضرتي على الفتنه، اذا المهم هذا الفتنه عرفتي بان عايز كتقول عايز غيزرع الفتنه، اذا الموضوع صعيب للدم ملوث. لا انت ولا الشخص اللي كان معاك. غنسولكم سؤال جوهري، اذا كان الموضوع ديال تلوث الدم كيزرع الفزع وسط المغاربه وكيقيس صحه المغاربه وسكينه المغاربه وطمانينه المغاربه، نبدا بوزاره الصحه. واش امر بحال هذا كيقيس ما يسخطش ندوه صحفيه من السيد الوزير على عجل؟ موضوع كبير خصنا نجمعوا له الصحافه المغربيه، لان الموضوع راه تنشر على اوسع نطاق في الخارج وفي الداخل. اذا اين الوزير؟ الانسان ملي تيكون في موقع قوه ومتحكم من الملف ديالو كيخرج يواجه، تيكون في الصفوف الاماميه، تيخرج هذا ولا هذا. اذا علاش الوزير ما دارش ندوه صحفيه ما دام الامر يتعلق بصحه المغاربه وبالفتنه كما وصفته؟ وهذه نقطه ضعف خطيره جدا وكتقوي موقع يعني عزيز. نقطه ثانيه مهمه جدا، عزيز لطالما هضر على الادويه والاثمنه الخياليه وهضر على خلوزير وهضر على الصفقات المشبوهه وهضر على النهب وعلى المافيا، علاش ما كنتوش كتفاعلوا معاه؟ ما كنتوش كتشوفوه؟ دابا شفتوه. الا كنتو كتشوفوا كلشي، علاش حتى لهادي لا؟ ولا كتعتقدوا بانه راه غلط؟ زلق زعما بالمعلومه بين الوزير، انا غنوضحها. اذا مادام كنتو كتشوفوا كلشي، فين هي التواصل ديال الوزاره؟ علاش تواصلتوا معاه دابا؟ جركم عيتوا ما تسدوا، نتوما كتبغيو زعما تجاوزوه. دابا هذا كيأكد ان كل ما قاله عزيز سابقا عن الادويه والمافيا الادويه وكبتوه كنتو ساكتين. ها الادانه ديالكم الثانيه. النقطه الثالثه بخصوص الوزير، انا كنقول مره اخرى ما غنوبش على السي عزيز، ولكن مني كواحد شاهدت الحوار، عزيز ما قالش خالد ايت الطالب، وخا هذه غير جزئيه خاويه، هذه خاويه انا كاين جواب عليها قانوني. خالد عزيز قال الوزير، يكون انس الدكالي يكون الحسين الورد، قال الوزير وكيعرفش كيقول، ما قالش الوزير خالد ايت الطالب، قال الوزير في راسو والوزير عارف. من خلال هذا التقرير اللي عندنا ان الوزير في كبارو. علاه دابا بن كيران ما كنقولوش عليه معالي رئيس حكومه ولا الوزير السابق، كنقولوا الوزير ملي كيحملوا الصفه الوزير كيبقى ديما وزير، هذه معروفه. الوزير ما كعمرها ما كتسقط عليه الصفه، تنقول الوزير سيد الرئيس. اذا العزيز قال الوزير بغض النظر واش هذا ولا ماشي هذا، واش انا داك الشيء بيناتهم غير هذه الجزئيه، قال الوزير. ثانيا المرفق العمومي استمراريه، ملي كيجي وزير السيم واش غيبقى يقول راس المرفق راه استمراريه؟ هذه ابسط قاعده بديهيه في القانون، استمراريه المرفق العمومي، استمراريه المرفق العمومي، يكون الوزير ويجي وزير. اذا علاش غنشدوا هذه باش تبين راه ما عندوش كاع؟ نقطه ثالثه مهمه جدا، سمعت من عند السيد مدير الديوان بانه واش الوزير مسالي، واش النيابه العامه مساليه؟ لا الاستاذ سقطتي سقطه، اسمح لي بكل احترام ليك وتقدير، كل احترام ليك وتقدير، سقطتي سقطه، ما تقولش هذا الكلام، عارفك ما تعاودهاش. هذا عنصر الاستعجاليه في هذا الملف، هذا راه صحه المغاربه. اجل ساعه وعسعه النيابه العامه تعيط العزيز، اجي يا خويا اكد شكايتك. علاش كنأكدوا الشكايه؟ نقدر يمشي نحط انا شكايه وعزيز هو مول الشكايه، ما معنى تاكيد الشكايه؟ خصك تجي، وهذه ماشي الشيك بدون رصيد. كاينه بعض الشكايات اللي ما ناكدوش بحال الشيك بدون رصيد، الخيانه راجل كان تالف برا هذه كتدخل فيها. اما هذه من نوع الشكايات اللي المشتكي يجي ياكد شكايته في البلاصه النيابه العامه. الو عيطوا لذاك غالي اجي كيفاش الدم ملوث في النهار في دقيقه. قال انا واحد الجمله سمعتها ضرتني، قال واش النيابه العامه مساليه ولا باقا؟ ياك ومن الامر بالنسبه لك من النيابه العامه مساليه وما كنت مسالي جاي دير تصريح، انت مسالي ولا علاش جيتي؟ حيت خطوره. وعلاش النيابه العامه ما شعرتش فلوس الخطوره؟ لا الاستاذ صحه المغاربه هذه دم ملوث، راه خلقتي المغاربه البلباله. والسيد اللي معك تيقول الرعب، ايوا الرعب قولها النيابه العامه في البلاصه عايز غالي اجي اشري هاد الشكايه، جيب الشهود اللي عندك، هذا هو القانون. ونكونوا موضوعيين عمره واحده من اجل الوطن المغربي، عمره نخلصوا من كنهضر على بعض الناس، خرجوا من موضوعيين، فكروا في المغرب على مره واحده في حياتكم، حيدوا خارج الحسابات الشخصيه وخا الكل خدام مع من ما كان.
نهضر بالمنطق. النيابه العامه غلطتي انت من النيابه العامه ديالي وكتضربي تماره وما ندوزكش، ولكن في هذه ما كنتيش موفقه. وغنقولها نهار كتقابل انا مقابل غالي حيت تقصير زعما كان البورد واعنا وتقول النيابه العامه المحترمه ديالنا علاش هذا السيد. نعطيكم مثال، النيابه العامه كنت فعلت معاه، ما يقدرش يهضر عزيز عندي، ما يديرش الاعلام. الو عزيز غالي، هي حطيتي شكايه على الحيله على النيابه العامه، البوليس سامعوا له، عزيز ما يقدرش يهضر، يبقى يهضر بحدود ديك السعيد. وحتى واحد الانسان دار الشكايه النهار الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع يزيد، وهو اصلا رئيس جمعيه ومن حقه لانه رئيس جمعيه حقوقيه، راه عنده حق انه يدافع على صحه المغاربه، ما معنى هو رئيس جمعيه حقوقيه ولا ماشي بحال، وعنده الحق يخرج على الاعلام بسرعه لانه عنده مسؤوليه حقوقيه، راه ماشي مواطن عادي. اذا هذا خص التعامل. علاش دابا وقعنا في هذا المشكل؟ علاش؟ ما نقولش كلشي، عندنا واحد العقليه والسلطه المغربيه يا ريت نتخلصوا منها. كنظن باللي حنا في الجمعيه تلقينا هذا الجدال بشكل ايجابي جدا، لان حتى بالنسبه لنا حنا شنو المطالب ديالنا اللي درنا في الشكايه. المطالب ديالنا كانت واضحه. اولا فتح تحقيق معمق شفاف محايد مع تبليغنا وابلاغ الراي العام المغربي بنتائجه. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني متابعه كل من ثبت تورطه باي صوره كانت في ارتكاب او المشاركه في الافعال الجرميه المشار اليها في الشكايه ديالنا. والمطلب الثالث هذا هو المهم، هي حفظ حق الجمعيه في شخص ممثلها القانوني اللي هو انا في تقديم اي معطيات او توضيحات خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمه. اذا احنا اللي طلبنا من الشرطه القضاء من النيابه العامه لفتح تحقيق، اذا كنا مستعدين على اننا ننتظر، بل بالعكس من ذلك نقدر نقول ان النيابه العامه تاخرت في الاستدعاء، لان احنا حطينا الشكايه نهار 6 الجمعه مع 11 ولا مع الوحده بليتو مع الوحده، فكنا ننتظر ان نهار 2 يتم الاستدعاء ديالنا باعتبار الخطوره ديال الافعال والامور اللي كتهم الصحه العامه. تاخروا ولكن ما عندنا مشكل. اذا حنا بالنسبه لنا نسجل بشكل ايجابي، مع العلم اننا حنا سبق لنا وضعنا شكايات. فاول شكايه وضعناها في شهر 7، دابا 4 سنين هذه بالضبط، شهر 7 2019 وضعنا اول شكايه مرتبطه بالتاديب ديال المعتقلين السياسيين الزفزافي ومعتقلي الريف. من بعد منا في 2021 حطينا شكايه متعلقه بسليمان الريسوني. كانت على شكل رساله لما كان داخل سليمان الريسوني في اضراب عن الطعام، كنا وجهنا رساله للنيابه العامه باعتبارها مسؤوله على الوضع الصحي وهذا. كذلك في 2021 كنا وضعنا او 21 كنا وضعنا شكايه المرتبطه بالباس فاكسينال وكل ما يرتبط به. كنا في 2020 هذيك كنا وضعناها. كذلك وضعنا شكايه متعلقه بالمجرم غوفرين والتحرش ديالو وجب المتابعه ديالو. كذلك وضعنا شكايه بالاستشهاد ديال ياسين الشبلي من اجل المطالبه بفتح تحقيق شفاف وتحميل المسؤوليه. وضعنا شكايه كذلك مع ترونسبارونسي ماروك مرتبطه بالتدبير ديال المشتريات ديال اثناء الجائحه، ووضعناها على وزاره الصحه والصفقات ديالها. كذلك هذه شكايه اخرى. اذا نحن لما نضع شكايه ننتظر التحريك ديالها. اذا بالنسبه لنا كنا ننتظر ان يتم استدعاءنا من النيابه العامه في اي وقت، لا بصفه شخصيه بل استدعيت كرئيس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، باعتبار ان الاستدعاء ذهب للمقر المركزي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، باعتبارنا طرفا مشتكي. لان الاستماع لنا اليوم لم يتم الاستماع لنا كمشتكى به، كما حاولت مجموعه ديال المنابر كانت تنتظر ان تسقط الجمعيه او ان يسقط عزيز غالي، فكان تهافت كبير، في حين ان الاستماع لنا كان استماعا كمشتكين، واركز على كمشتكين. وكل ما دار مرتبط بالشكايه اللي قدمنا. كانت ظروف كانت مهنيه تسمت بالاحترام كرئيس الجمعيه. الأسئلة كانت مرتبطة بالموضوع. إذا أنا شخصيا ليست لي أي ملاحظة. من 9:30 ل 3:15 وهي مدة معقولة باعتبار التقرير طويل، والأسئلة كانت كلها متمحورة حول الشكاية اللي تقدمت بها الجمعية. نحن الإفادة ديالنا في الشكاية ككل. إذا ما كانش تجاوز أو نقاش في نقاط أخرى. كل ما هو متعلق
بالشكايه، وما يمكنش نعطي بلوز دي ديتاي لسريه البحث. الان دخلنا في مرحله اخرى، خرجنا من مرحله النقاش العام اللي كان اثير في الاعلام الى مرحله ديال البحث. حنا غادي نعطيو فرصه للفرقه الوطنيه، وهذا كذلك اشاره ايجابيه، لان الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه هي اللي تكلفت بالملف. اذا الملف عنده ابعاد اخرى، وننتظر ونتمنى ان الملف يذهب الى ابعد مداه، وان لا يقتصر على بعض اكباش الفداء. مع الاسف المدير الديوان سقط سقطه كبيره، ويمكن نقول سقطه وكان شي واحد ديال الميدان يمكن نتصنت له. ما علاقته هو بالطب؟ ما تكوينه بالطب؟ ماذا يفهم في الدم وفي المشتقات الدم؟ ماذا يفهم في الإعلام؟ هل سبق لي أن قلت لأن الوزير الصحة الحالي هو اللي مسؤول؟ أنا تحدثت على واقعة وقعت في يوليوز بالضبط، نهار 24 يوليوز 2019، وانتهى الكلام. علاش أنا كنت عارف الوزير هذا ولا هذا اللي مسؤول ما غادي نسكت؟ ثانيا أنا تحدثت على وزير الصحة. واش 2019 ما كانش عندنا وزير الصحة؟ أنا تحدثت على مسؤولية وزير الصحة. ثانيا الآن مع من غادي نهضروا في هذا الملف؟ لأن وزير الصحة هناك استمرارية المرفق العمومي. المسؤول على هذا الفعل ولا ماشي مسؤول، كاين استمرارية ديال المرفق العمومي. واش في خبارو ماشي في خبارو، أنا غير معني بهذا الأمر. من تورط في هذا الملف أنا غير معني بهذا الأمر. ثانيا هو نفى كل شيء. إذا لماذا النيابة العامة فتحت تحقيقا؟ وفتحت تحقيقا في شكاية الجمعية. راه سهلا نجي. ثانيا النقطة الأخرى هي ما موقع مدير الديوان في هذا الملف؟ لماذا الوزارة لم تصدر أي بيان؟ ملف بحال هذا كان خص الوزير يخرج التلفازة ويشرح للناس، ماشي غير صيفط مدير الديوان يخرج في بعض البرنامج كيهضر هضره بالشكوى وهذا جو بي با ريبوندر. ميمكنش انا نهبط نناقش معاه بهذا المستوى، ولكن المسؤوليه ديال الوزاره كان خصها تخرج ان كومونيكي، تخرج دي شوز باش كومسا الناس تعرف. كذلك الوزاره فيها مكتب التواصل، اين هو مكتب التواصل ديال الوزاره؟ الا كان هذا المدير الديوان سوبرمان، هذه هضره اخرى. هذيك الاله اللي هضر عليها ما كايناش في ميريكان. ما نهضروش على المغرب، ميريكان ما عندهاش. سي ناباراي ايماجينير. علاش؟ لان سي ناباراي باش نشرح ليه، سي ناباراي اللي خصها تخدم بافيك سو كونابي ان انتيليجونس ارتيفيسيال تري زيلفي. خص الماكينه تفكر باش تعرف الدم، باش دير ليه التحليل. واخا هو قال لك الدم الخايب كيتلاح، فين كيتلاح؟ واش قاري القانون؟ القانون تيقول لك ان الدم اذا كان فيه دي فيروس لانسينيغاسيون ديالو يجب ان يحرق. دابا ما عندك تماك شو دير؟ بصح العبد علاش قلت لك انا ما غنجاوبوش، لان بصح علاش غنجاوبو؟ واحد تيقول لك الاله كيدخل لها الدم تيخرج اللي خايب كيتلاح، فين كيتلاح؟ اذا خصنا هو خصنا نسالوه. الا الدم فيه السيده تلاح في لي زيغو ولا تلاح في شي بلاصه، شكون اللي غادي شكون اللي مسؤول عليه؟ هذا الملف اخر غادي نجيو ليه عاوتاني. ياك هو اللي قالها ماشي انا. اذا نورينا لا تراسابيليتي ديال الدم الفاسد وغادي نجيو ليه وسوف نسائله قضائيا. ياك هو قال لك الدم الفاسد يتم الآلة تتخلص منه، يجيب لنا هذه الآلة ويجيب لنا الدم الفاسد أين يتم التخلص منه. هذا ولا ملف اخر. مابقيناش كنهضروا على كازا، نهضروا على المغرب كامل. ياك هو قال لك كاع مراكز ديال الدم فيهم الآلة والدم الفاسد، يجي يقول لنا فين كيدار الدم الفاسد. لأن القانون ديال 95 اللي كينظم هذا الشيء تيقول لك على أن الدم إذا ثبت فيه كاين لانسينيراسيون ديالو. إلا كانت يا إما كيدير ليه ان تريتمون سبيسيال على حساب لانفيكسيون اللي فيه، كدير لي ان تريتمون سبيسيال، ولكن في الحاله ديال السيده كاين لانسينيغاسيون ديالو، يجب الحرق ديالو. اظن باللي هذا كان تهرب من الحقيقه، لان لاحظت فيما قاله تحدث في كل شيء الا ان يتحدث فين هما ذوك العيالات وفين دار التحقيق وفين وصل التحقيق. ثانيا حنا كون بغينا نمشيو في هذا المنطق ما كناش نمشيو للنيابه العامه وما كناش ننتظروا هذه المده كامله، لان حطينا الشكايه نهار الجمعه 6 وما خرجنا الاعلام حتى نهار 13. يعني نهار الاثنين كون عيطت لنا النيابه العامه ولا نهار الثلاث ولا نهار الاربعاء على الاقل تعطينا اشارات ديال ان هناك بان حنا توصل الشكايه ديالكم اون كور دو تريتمون ولا هذا، غادي نسكتوا. يعيطوا لنا غير يقولوا لنا راه الشكايه ديالكم خدامين فيها غنسكتوا ما نهضروش. ولكن حنا خرجنا للاعلان، وفاش خرجنا للاعلان خرجنا بدقه. ما قلتش راه كان ممكن نجي نقول دم فاسد في المغرب ونمشي في حالتي وتا تعيط لي ونقول لك هافين، ما كذبتش عليك.
ولكن انا عطيت جوج الحالات بالضبط وقلت فين باش ما نثيرش الهلع. اذا داخل الجمعيه كنا اكثر مهنيه من الهضره اللي تيقول هو ديال الدم الفاسد تيتلاح ما تيتلاحش. لا كنظن الان هذه داخله في سريه التحقيق، ما يمكنش نجاوب على هذا السؤال. هذا الواقع انا تنقول لك كون جيتي عندي قبل ما نمشي النيابه العامه نجاوبك. لا طبعا باللي الملفات اللي كانوا اللي كتهضرت عليهم هذا هو الحجم ديالهم، فيمكن تلاحظ ان كل ملف يتضمن العشرات من الوثائق ومن الصور ومن التحقيقات الصحفيه والاراء ديال مجموعه ديال الخبراء. هذا يتطلب الوقت الكثير. حنا كنا بدينا بديال الدم لان ليرجونس اللي فيه ولان راينا الخطوره اللي كاينه، ولكن هذه الملفات سنعود اليها. لن ندع اي شيء مرتبط بالفساد من مسؤوليه الجمعيه ان تتابعه وان نذهب مره اخرى الى النيابه العامه من اجل فتح تحقيق في هذه النقطه. الحماس عندنا المسؤوليه، لان فاش كيجي مواطن تيعطيك ملف هو بالنسبه ليه كيعطيك ملف وكيمشي وعنده امل انك تتبع ذاك الملف وديرو. اذا حنا ندرسوا الملفات، اذا بانت لينا فيها اي شيء خصنا نمشيو للنيابه العامه، نمشيو للنيابه العامه. بانت لنا داك الشيء ما اقتنعناش ربما نردوهم لمواليهم ونقولوا حنا ما اقتنعناش، ولكن اهم حاجه هي يجب ان نجد جواب لهذه الملف على حساب الحالات. هناك بعض الحالات نراسلوه، ولكن في هذه الحاله التجأنا النيابه العامه لان في تقديرنا الملف اكبر من وزاره الصحه. بعض الحوايج كنا كنراسلوه، مثلا فاش يكون بعض الاختلالات، بعض النقاط، ولا مثلا بعض الاشكالات اللي كتكون بسيطه اللي عنده الامكانيات باش يحلها كنراسلوه. حنا نراسل الجميع، مش مشكله مع الاشخاص. الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ليست لها مشكله معي. حنا من 44 عام وحنا كاينين. شحال من وزير الصحه داز. العمل الحقوقي ليس هو العمل الحزبي. العمل الحزبي يرتبط بين مرحلتين انتخابيتين. العمل الحقوقي مستمر، والمرجعيه ديالنا هي المرجعيه الكونيه ديال حقوق الانسان، وهي لا ريفيرونس. يعني فاش كيبان لنا خرق كنمشيو، ايا كان المسؤول على هذا الخرق كنمشيو ليه. ربما هذا يؤكد احتضان الجمعيه من طرف الشعب المغربي والحاجه الى الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. لا يمكن اختزال الجمعيه في شخص معين. الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، لان ما اقوم به لان مائي الجمعيه. ربما كنت في جمعيه اخرى ونعطيهم هذا الملف وكما عندنا ما نديروا به. لان القرارات الاحاله ديال هذه الملفات ليست قرارات فرديه، هي قرارات جماعيه ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، ديال المكتب المركزي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، ديال اللجنه الاداريه ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. انا شخصيا هذه فرصه من اجل توجيه الشكر الجزيل لكل من تضامن وكل من اتصل من المغرب من خارج المغرب، من مختلف الأعمار، من مختلف الثقافات بشكل عام. وهذا هو ما يثلج الصدر، أننا على الخط الصحيح. تضامن الشعب معنا والتضامن الشعبي والتضامن الكبير هو اللي كيبين أن أولا أن الجمعية محتضنة، أنها رقم صعب أن المخزن يقدر يقضي عليها بالرغم من التضييق، بالرغم من الحصار. وحاجة أخرى، الجمعية هذا محفز لها للشغل أكثر والاقتراب أكثر من المواطنين. مفروض فينا على أن الآن بعد هذا الاحتضان وهذا التتبع أن نكون قريبين أكثر من المواطنين، وهذه مسؤوليتنا. الكثير من الناس من ثقافات مختلفة ما كتعرفهمش، مثلا الصباح مع الفجر بزاف الناس مصيفطين دي ميساج يقول لك يلا صلينا الفجر وكندعيو معاك، ما كتعرفهمش كاع، حتى ما عندوش رقم الهاتف ديالك، تيكتب لك في الميسنجر أو تيكتب لك في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك مجموعة ديال الرفاق والرفيقات اللي ديبلاصاو اليوم لكازا، وهذه مناسبة باش نشكرهم. ولما نقول على أننا اللحمة داخل الجمعية قوية مهما قيل ومهما يقال ومهما، فكنظن باللي أعلم جيدا على أن الذي كان ينتظر خارج مقر الفرقة الوطنية كان يعاني أكثر مني أنا شخصيا، ما كانت عندي لا معاناة لا والو، كان داكشي اللي عندي تنقولو. ولكن الانتظار والأسئلة اللي كان أنا كنت عارف شنو كاين، عارف على أنني مشتكي، إذا سمعوني في هذا الإطار. ولكن الذي كان في الخارج كانت كل الاحتمالات كطيح لي في راسو. وهذه فرصة باش كنشكر الرفيقات والرفاق والصديقات والأصدقاء اللي حضروا واللي بقاو من 9:30. أقول أن من 9:30 بقاو حتى ل3 وثلث، وكنظن كون كنت باقي الآن عند الفرقة الوطنية كانوا يبقاو يتسناو. لا أظن الجمعية ولادة. أنا دليل، أنا جيت للجمعية ما كيعرفني، ماشي ما كيعرفني حتى واحد،
ولكن على الاقل الناس النهار الاول كيظن على ان ما غاديش نكمل ولا غنمشي، لا، ولكن علاش ان الجمعيه ولادو. واقول ان الان في الجمعيه هناك العشرات ديال المسؤولين والمسؤولات اللي من غدا يتحمل المسؤوليه ويكون متاكد